اهلا بيكم. واسعار والتفاصيل الخاصه بطرح اراضي مسكن وفرص استثماريه كبيره جدا، واسعار ومقدمات حجز من اول 25,000 جنيه. يعني انت لو معاك 25,000 جنيه تقدر تقدم في هذه الاراضي. تعال اقول لك بقى على التفاصيل واسعار المتر والمساحات والحاجات دي كلها بتاع اهم مدينتين انا شايف ان هم موجودين في اراضي الاسكان المتوسط، اللي هو يعتبر اهم محور لينا كلنا في محاور الاراضي دي. مهم جدا كل الناس انها تتابع الحلقه دي وتعرف كل التفاصيل الخاصه بالقطعتين دول او بالمدينتين دول، لان هم اكبر مدينتين فيهم فرص استثماريه. تقدر ان انت بمبلغ بسيط تقدر تحقق منه ارباح كبيره جدا، وتقدر تاخد قطعه الارض اللي انت نفسك فيها، ولو هتبني وحده او بعد كده تعيد استثمار هذه الارض. اول حاجه مدينه السادات الجديده. مدينه السادات دي بتبقى على حدود مدينه المنوفيه، ودي يا جماعه قرب الطريق الصحراوي. فمحدش يقول لك السادات ده في الاقاليم. لا يا فندم، مش قصه اقاليم، ما بقاش في حاجه اسمها اقاليم. دلوقتي انت عشان تروح العاصمه انت بتتكلم في حوالي ممكن ما يقرب من رقم كبير، ممكن يقارب ل 100 كيلو مثلا او اكتر من 100 كيلو. فانت بالتالي لما انت تقارن مدينه زي السادات، ما هي على بعد نفس المسافه تقريبا من العاصمه الاداريه، ما فيهاش اي مشكله خالص ان انت تروح. ولكن الفرص اللي فيها فرص كبيره جدا، لان انت بتتكلم على منطقه حي الفردوس ضمن مجاوره 5، والتسليم 31/1/2005. يعني حضرتك عبال ما تخلص التقديم والحاجات دي كلها وترسى عليك القطعه، حضرتك ممكن تلاقي نفسك بتستلم. ودي ميزه كبيره جدا، لان انت بعد كده ممكن يا اما تبني يا اما تبيع وتستفاد من السعر المميز جدا. عدد القطع 196 قطعه، ودي عدد كبير. خلي بالكم بالنسبه لطرح هذه الاراضي عدد كبير، 196 قطعه. سعر المتر فيها 2045 جنيه. وبصوا يا جماعه، لو حد فاكر ان هيتم طرح اراضي تانية باسعار اقل من 2045 وال 2000 جنيه والكلام ده كله، يبقى هو بيحاول يحلم او مش عايش في الواقع. طبعا 2045 ده غير شامل نسبه التميز. فكل الناس اللي هي حابه فعلا تستفاد من الموضوع ده، وهنقول لكم مدينه بدر بعتيها، ومدينه بدر دي الطلقه اللي هي اكبر استثمار واللي هيبقى عليها اكبر طلب من توقعاتنا يعني. مقدم جدية الحجز 25,000 زائد 500 جنيه مصاريف إدارية. ب 25,000 جنيه بس، اللي هم دلوقتي ما يجيبوش أي حاجة خالص. ممكن تعمل مقدم جديد الحجز، وهقول لك دلوقتي. بس خلي بالك، يفضل إن أنت في هذه القطعة الأراضي يبقى معاك إجمالي ثمن القطعة، لأن أنت في حالة إن شاء الله لما ربنا يكرمك وتجيلك القطعة، لا سدد ثمنها كله مره واحده، عشان خاطر ان انت اولا تستفاد من القصه بتاع الاقساط والكلام ده كله. تاني حاجه تقدر ان انت تعيد بيعها في اي وقت زي ما انت عايز. المساحات بتاعتها من 276 متر، ودي مساحه حلوه جدا. ممكن تعمل لك عليها بيت بشكل كويس وتحقق يعني يبقى يا اما شقه كبيره جدا وبشكل كويس، لان البنى هنا على 60 البنى على 60%. اقصى سعر يعني اكبر سعر لاكبر قطعه هناك، طبعا لان زي ما قلت لكم المساحات مختلفه يعني، وفي نسب تميز وفي ما فيش نسب تميز. اقصى سعر في هنا 637,774 جنيه. ده شامل نسبة التميز. أقل ثمن سعر قطعة أرض، ده أقل فلوس لازم تبقى معاك عشان تفكر في هذه القطعة وعشان خاطر. طبعا واحد يقول لي إيه يا عم، ما هي مش بالتقسيط. أقول له ماشي بالتقسيط، بس أنت عشان عليه الحاجات دي عليها طلب كبير، فالناس كتير قوي بيقول لك لا أنا قادر أدفع ثمنها كاش. فأنت طبعا من أول 586,996، يعني قول 587,000، وده شامل نسبة التميز. معاك مهلة بنى لهذه الارض 5 سنين، ودي مهله كافيه جدا جدا تكون. لو انت قدرت تجمع فلوس تبني تمام، ما قدرتش ممكن تبيعها وتستفاد من هذه الارض. عدد الادوار البنى يعني ارضي زائد 3 ادوار متكرره. يعني انت هنا بتتكلم في حوالي، يعني هيبقى فيلا حلوه كده 4 ادوار، او لو انت هيبقى بيت عماره كويسه عايز تبيع الشقق اللي فيها كل شقه. يعني دلوقتي شوف الارقام بقت واصله لكام للشقق، وسعر المتر في الشقه بس بقى وصل وصل لكام المتر في الشقه الواحده. ده بالنسبه لمدينه السادات، ودي اول فرصه استثماريه انا طالع اقول لكم عليها عشان خاطر كل الناس اللي هي حابه تستثمر في هذه القطع الارض. هذه هي الفرصه الموجوده. مدينه بدر طرح علينا برضو قطع اراضي اسكان متوسط لمشروع مسكن، والموقع بتاعها في الحي السادس المجاوره 6. وده هو اخر مدينه بدر شويه، بس خلي بالكم في موقع مهم جدا لانه يقارب على طريق الاسماعيليه اللي هو الصحراوي. عدد القطع 97 قطعة. سعر المتر 2365، وده سعر مميز جدا جدا جدا.
غير شامل نسبة التميز، يعني ممكن يزيد عليه كمان حوالي ايه مثلا ايه 200 300 جنيه ولا حاجة. مقدم كمية الحجز 25,000 جنيه زائد 500 جنيه مصاريف إدارية، ودي حاجة برضو خلي بالكم مهمة جدا عشان خاطر كل الناس إنها تخلي بالها لما تيجي تحول تعمل التحويل لازم تحول 25 زائد إيه 500 جنيه مصاريف. زي ما قلت لكم كده نسبة الاستكمال لازم تبقى إن أنت تكون عامل حسابك إن أنت قادر تدفع إيه المبلغ إيه ككل. المساحات بتتراوح من 198 متر، يعني قول 200 متر و 279 متر. ده بقى طبعا على حسب ناصيه ومش ناصيه والكلام ده كله والتميز واللي مش تميز، يعني تفاصيل كلها مهمه، بس ايه الاهم منها ان حضرتك ايه تكون يعني تختار القطعه اللي انت عايزها. لان وهنا هنقدر نقول ان اقصى ثمن لسعر قطع الارض في مدينه بدر هو 747,457 جنيه، وده شامل نسبة التميز. وأقل سعر لقطعة أرض موجودة هو 539,815 ألف، ده أقل سعر 540 ألف جنيه برضو. يعني أي حد بقى يفكر في قطع أراضي واستثمار ويحقق منها أرباح كبيرة، أعتقد 500 ألف مش رقم كبير. في ناس كتير أوي تقول لي إيه أنا معايا 500 ألف وعايز استثمار كويس، ده أعتقد استثمار كويس. والأراضي عموما يعني استثمار فيها ربح كبير جدا. مهلة البناء 5 سنوات، فرصة يعني محدش هيستعجلك في البناء الحقوا، لا حضرتك حلوة جدا مهلة البناء 5 سنوات. عدد الأدوار أرضي زائد 3 إيه متكرر. دول أهم فرصتين للأراضي اللي أنت بتدفع مقدم فيها كام؟ اللي هو 25,000 جنيه. و25,000 جنيه في عرف المقدمات ده أنت على القانون القديم. خلي بالك أي تعديل بقرار من رئيس الوزراء في هذه الأسعار هتلاقي أسعار مختلفة تماما. هتلاقي بقى المقدمات 100,000 و200,000 و300,000، لأن هو عايز الناس الجادين اللي معاهم فلوس. ما أنت ما تاخدليش قطعة أرض ما يبقاش معاك فلوس تعمل أي حاجة وبالتالي تروح تبيعها وتكسب أنت فيها. طب ما هو يديها أصلا بقى لواحد أصلا معاه فلوس. ده ممكن يبقى إيه فكرة إيه الناس اللي هي إيه بتختار الحاجات دي، وبدل ما انت تكسب في الفلوس دي هو كاسكان يكسب وكمشروعات هيئه مجتمعات عمرانيه يكسب. فانت بالتالي لا الحق بقى استنز هذه الفرص لان دي فرص قويه جدا. وان شاء الله ان شاء الله كل الناس اللي هي فعلا محتاجه قطعه ارض تقدر تستفاد من هذا المشروع. وخلي بالكم ده الطرح الرابع، واكيد هيبقى في طرح خامس وطرح سادس. واتمنى وانا من هنا بوجه رساله للسيد وزير الاسكان، يا فندم احنا في مصر انا عارف ان انت بتتكلم عشان ادخال مرافق، بس صدقني الناس عايزه تدفع فلوس وتاخد اراضي، فزود من قطع الاراضي وافتح حدود المدن وزود قطع اراضي اكتر واكتر. مشروع ابن بيتك عمل نهضه كبيره في المنطقه اللي هو كان فيها. حد يقول لي بس بقت عشوائيات، لا ما انت يا فندم حافظ بقى على النظام في هذه المناطق وابتدي ان انت اطرح قطع اراضي بمساحات كبيره وحافظ فيها على النظام، وانت قادر والدوله قادره انها تحاول تعمل شكل جميل لهذه المشروعات. لان الحل فعلا مش ان الدوله تبني هي كل المشروعات، ده صعب جدا. انت محتاج كل سنه حوالي 1,000,000 شقه، فانت بالتالي صعب جدا. انت بقاله يعني الدوله بقالها داخله من حوالي 10 سنين في 1,000,000 شقه. لا الدولة ممكن تطرح قطع أراضي، ممكن تطرح كل سنة 1,000,000 قطعة أرض أو حتى 100,000 قطعة أرض، وده هيوفر لها 1,000,000 شقة اللي هي عايزاها مع طبعا الحاجات اللي هي بتبنيها. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن ما يبقاش كلام ذو اهميه، ولكن اي حد بيسمعني ويوصله للسيد الوزير اعتقد هيفرق جدا الفتره اللي جايه. وان شاء الله ان شاء الله يعني القائمين على البلد قادرين ان هم يحدثوا هذه الطفره في طرح الاراضي وطرح شقق الاسكان. نشوفكم بكل خير. شكرا ليكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.